عايز اسالكوا سؤال، يا ترى احنا عايشين دايما في الماضي وندمانين على حاجات حصلت زمان وعايشين على الذكريات، ولا احنا قلقانين من المستقبل وخايفين الدنيا تعمل فينا ايه وتودينا على فين والمصاريف والكلام ده كله؟ لو احنا بنفكر في الماضي او احنا دايما قلقانين من المستقبل، ففي مشكله كبيره عندنا قوي، ان احنا بندمر حياتنا بنفسنا، بنفقد السعاده، بنفقد الحاجه اللي اسمها the power of now. نحن لا نملك الا هذه اللحظه، الثانيه اللي احنا عايشينها دي. اللي حصل حصل، واللي جاي احنا مش عارفين نعمل فيه ايه، المستقبل بايد ربنا. لما اركز في اللحظه الحاليه وابص حواليا، هفهم نفسي، هفهم قوتي، هقدر استمتع بكل لحظه انا عايشها بناس موجوده معايا دلوقتي ممكن ما تكونش معايا موجوده بعد كده. لما بركز في اللحظه الحاليه، انا مش بنسى اللي فات، بالعكس انا بتعلم منه. ولما بركز في دلوقتي، انا بطمن نفسي ان انا بشتغل على حاجات دلوقتي تنفعني لبعدين، وهي دي the power of now. خلي بالك، افكارنا ممكن تكون عدوتنا اللدودة او صديقك الصدوق. اشوفكم في فيديو تاني.